المسألة يا أخواننا الدار أعلق فيها. أنا حاقول لكم السؤال كما وردني، بعدين أجاوب من أجل الفائدة أن تعم في الناس. السؤال: واحد قال لي يا شيخنا أنا جيت ماشي على ناس وقربت عليهم، فجأة مدوا يدينهم، أنا مسكت يدي أبيت أسلم، قلت له مالك؟ قال لي الأيام دي في زول قالوا لو سلمت على زول الأجهزة التناسلية حقتك كلها تبقى ما في. الكلام ده سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ أنا جيت عشان أقول لكم الجواب عنه. ده السؤال، والسؤال الكلام ده حقيقي، وأنا قبال ما أجاوب عنه بسجل صوت ثناء وشكر للأجهزة اللي قامت وقبضت الزول العمل الكلام ده. ويا أخواننا ده كلام موجود في حاجة في السحر اسم نوعين، والسحر ده في كتاب الله موجود. ربنا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الحاجة الأولى تعلم السحر كفر، وفاعل السحر كافر، اللي بيعمل السحر ده كافر، وحده في شرع الله حد الساحر ضربة بالسيف، توبته فيما بينه وبين الله، لكن في الدنيا ما يعيش معاكم، طوال يشيلوا رقبته برا. دي الشريعة كده. لكن يا اخواننا انت عارف الخلاون يكتروا شنو؟ الجرجرة. لا الكلام ده ما وارد، الكلام ده وتلقاها الشعوذة والدجل ولا حاجة، هي مادة موجودة وعلى عقاب، ومرات ناس يمشوا ساكت ويمرق تاني ما عندهم وساطات. والله أقول لكم في ناس مسؤولين، السحرة ده شايفينهم هم المثبتينهم في محلهم ده، وهم اللي قاعدينهم في الكرسي بتاعهم ده، والمسؤول ده عقيدته ضعيفة وعقيدته في الله خربانة. ليه؟ ربنا قال عن السحر: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا، يا سلام، إلا بإذن الله. ده عقيدة. الساحر ما بيضرك لو ما الله أذن، لو ما الله أراد لك الكلام ده ما بيحصل. والحاجة دي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن الساحر المفروض يتعاملوا معه بقوة ويريحوا المجتمع منه. انت عارف الحرب حقت حميتي دي بدأ بشغل السحرة ديل. الناس اللي قاتلوا في المدرعات يقول لك والله نحن الناس الكويسين قالوا قولوا أذكار الصباح واضربوا سلاحكم ده ما بيجيكم حوجة. واحد تاني قال لهم اسمعوا لما دارت الطلقة دي تفكوها بولوا فيها. يقولوا لشنو؟ قالوا نجاسة مع نجاسة بتجد طواله. يا أخي ده كلام شنو يا أخواننا؟ ده معناه جهل. يا أخواننا اتمسكوا بأذكاركم، أذكار الصباح والمساء، اتمسكوا بالتحصينات. ما في زول بيضر له زول، ولا في ساحر بيمشي ينعدم منك الأشياء دي، لا، ده سحر اسمه سحر التخييل، وده في القرآن موجود. ربنا قال: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ده الأنبياء شايفين إنه الكلام ده إنها كما تسعى زي الحية اللي بتسعى. ربنا قال له في النهاية ربنا أبطلوا ده كله. ده سحرة فرعون، ده القمة السحر، كانوا سحرة فرعون. ربنا قال: ولا يفلح الساحر حيث. يا اخوانا دي آيات. ومن أصدق من الله قيلا. أنا دار عقيدتكم ما تزعزع. قال لي ما دار أسلم ده، قلت له لو سلمته حيشيله؟ قال لا، هاي يشيله قدام وين؟ ها؟ يشيله قدام وين؟ ما بيشيله ولا حاجة، ده تخيل. يتخيل لك في ذهنك انه حيشيله منك، ما في شيله ولا حاجة. انت داير تصحح عقيدتك انه النافع هو الله والضار هو الله والمانع هو الله والمعطي هو الله. الساحر ما بينفع زول ولا بيضر له زول. لكن يا اخواننا السحر ده مفروض الناس يتعاملوا معه بحسم، ومفروض ناس أجهزة الدولة والله ثبتت طوالي برا. ليه؟ شوف حفصة رضي الله عنها
أمرت بقتل ساحرة سحرتها طوالي، وكتبوا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، اللي بيتعامل بالسحر اقتلوه، لأنه بيضر المجتمع، يفرق بين الأحبة، يفرق بين المتزوجين، يضر الناس في دينهم ودنياهم، وتتغير أحوال الشخص، لأنه السحر ده بيأثر على العقل وبيأثر على العين وبيأثر على البدن، يؤثر على العقل فيغيبه، يؤثر على العين فتخيل إليه أنها بخلاف الحقيقة، يؤثر على البدن فيمرضه. وده حقيقة إخواننا. السحر ده نوعين، سحر حقيقي وسحر تخييلي. الحقيقي يحصل عليك شيء يدوك ليه تشربه يغير لك حياتك كلها، وعلاجه في الرقية. أرقي نفسك بالفاتحة، أقرأ 7 مرات، أقرأ آيات نهاية سورة الأعراف، الآية 89 للآية 119 من سورة الأعراف، الآية 62 للآية 63 من سورة طه، الآية 69 للآية 72 من سورة يونس. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أقرأ 3 مرات. جيب لك 7 صفقات من السدر، جيب لك جرد المليان مويه، دق السدر ده وخجوا فيه، واقرا الآيات دي وأدفل، أقرأ فيه الفاتحة 7 مرات وأدفل، استحمى به. هذا شفاء من السحر بإذن الله. كلام الله ده فيه كلام، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. عشان كده يا أخواننا ده تعليقي لكم. والله الحاجة دي كان مفترض أسويها خطبة الجمعة، لكن أنا حبيت إنه أخاطب عقولكم واتكلم معاكم بالحاجة الواقع. بعد ما أنزل من الجمعة يتكلم لكم على الكلام ده. رسل لي سؤال في الواتساب وأنا جاوبت الآن قدامكم. لكن يا أخواننا داير الحوجة ماسة في مجتمعنا لتعلم العقيدة الصحيحة، الحوجة ماسة في مجتمعنا لمعرفة التوحيد، الحوجة ماسة في مجتمعنا لتقوية يقينهم في الله رب العالمين. والله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إخواننا الخير الدار لك الله، ما في زول بيمنعك منه. أسأل الله أن يرد ضال المسلمين إلى الهدى، وأن يحفظنا جميعا بما حفظ به عباده الصالحين. إن ربنا على كل شيء قدير. بارك الله فيكم، والسلام عليكم.